السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاية لكم منيو جديد بسبع أفكار جديدة هيكونوا موجودين معاكم. مرجع شامل لوصفات هتكون جاهزة معاكم للغدا. طبعا هتاخدوا منها اللي يناسبكم ويناسب الميزانية بتاعتكم. الوصفات هيكون في منها اقتصادي وفي منها السريع والسهل كمان. تابعوني لآخر الفيديو ما تفوتوش ولا وصفة، لأن بجد أفكار جديدة جدا حلوة جدا هتناسب كل الأذواق والميزانيات إن شاء الله. تعالوا نشوف أول وصفة معانا هتكون إيه. هتكون الفطيرة المنقذة. أنا بسميها الفطيرة المنقذة لأنها سهلة سريعة واقتصادية، ولفة جلاش بس هتكون عاملة معانا أحلى فطيرة ممكن تشوفوها. تعالوا نشوف هنعملها إزاي، ولكن قبل ما أبدأ الفيديو أنا هلا أبو بكر. يلا اعملوا للفيديو لايك وشير، تعالوا نسمي بالله ونبدأ. مبدئيا كده عندي لفة جلاش اللي هي وزنها نص كيلو. أنا مفرزاها. وليه مفرزاها؟ علشان هتسهل عليا التقطيع جدا. يعني لما افرز كده الجلاش واقطعه هيبقى سهل معايا في التقطيع. وطبعا زي ما هتشوفوا انا بقطع شرايح الى حد ما هتكون رفيعة معايا. هقطعها كلها بنفس السمك او بنفس الحجم. هتكون معايا الشرايح دي جاهزة كده. هبتدي افكها او افرطها بعيد عن بعضها. كده لفة الجلاش عندي جاهزة ان انا استخدمها. احلى حاجه في الجلاش ده ان احنا مش هنورق ورقه ورقه في الجلاش بالماده الدهنيه. وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه. كوبايه عندي من اللبن هضيف عليها بيضايه. الخليط ده حلو جدا جدا بيطلع لنا نتيجه ممتازه للجلاش. كمان هضيف معلقه من البيكنج باودر. يبقى كوبايه من الحليب، معلقه من بيكنج باودر، وبيضايه، شويه فلفل اسود، وكمان شويه من الملح. هقلب كل ده كويس جدا مع بعضه. المطلوب طبعا ان هم يندمجوا كويس جدا. وعلى طول بقى على الصينية أو القالب اللي هشتغل فيه هدي دهنة كويسة من السمنة في القالب كله حتى الجوانب. تمام. هبتدي أجيب بقى الجلاش اللي أنا قطعته وفردته عن بعضه، وهبتدي أحط شوية في قاع الصينية، والشوية دول هيكونوا نص لفة الجلاش بالظبط. نص اللفة يا جماعة. خلاص كده بتأكد إن أنا سويت الجلاش كله سمك واحد وحجم واحد في الصاج بتاعي أو الصينية بتاعتي. بعد كده ابتدي اجيب المادة الدهنية اللي عندي وهبتدي اشرب الجلاش. المطلوب مني في الوقت دوت ان انا اشرب الجلاش كله، ولكن بدون ما اخليه يعجن. يعني اخلي ايدي متوازنة كده، هاخد نص كمية هشرب بيها الجلاش من غير ما اخليه يعجن، بس اتاكد ان كل حتة في الجلاش اتشربت. بساوي بعد كده بايده زي ما انت شفتوا كده علشان اتاكد ان كله اتضغط مع بعضه. شوية من الكاتشب بقى، وهحط بقى الخضار اللي انا عايزاه او الحشوة اللي انا عايزاها. انا هنا حطيت فلفل رومي، وحطيت كمان شرايح من الطماطم. انا شلت القلب بتاعها علشان ما تنزلش المية بتاعتها. وكمان حطيت شرايح من الزيتون المخلي. تقدروا تحطوا اي نوع جبن، تقدروا تحطوا اي حشوات حابين تحطوها، لحوم او فراخ بس تكون مستوية. خلاص كده خلصت الحشوة اللي في النص. هاتوا بقى نص كمية الجلاش الباقية معانا وحطوها على الحشوة. غطوا الحشوة كويس جدا، اتأكدوا ان كل حتة اتغطت كويس قوي. وزي ما عملت في الطبقة الأولى اللي كانت في قاع الصينية هعمل في الطبقة التانية بالظبط. أفرد كويس قوي، أغطي الحشوة، أتأكد إن الطبقة التانية كلها سمك واحد. بعد كده هجيب الخليط بتاعي الحلو ده وهبتدي أشرب بيه الطبقة الأخيرة من على الوش زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو بنفس الشكل، أنا مش عايزة طبقة تكون معجنة، أنا عايزاها كلها تكون متشربة ولكن بالعقل، يعني ما تكونش معجنة، والكمية مناسبة جدا للطبقة الأولانية والطبقة التانية. وبضغط بايدي زي ما انتم شايفين كده علشان بعد كده ان شاء الله تطلع معايا قطعة واحدة. بعد كده بقى هجيب الجبن اللي انا عايزاها واحطها من على وش الصينية. نقدر نستخدم الموتزاريلا او الميكس، لكن انا بحب عن نفسي استخدم دايما الجبن الميكس في الصواني او البيتزا عموما، بتديني نتيجة حلوة جدا. بعد كده بقى ابتدي ارص الخضار برضو من على الوش. انا بتعامل هنا معاها معاملة البيتزا بالظبط. في الوقت ده طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. كل اللي هعمله ان هاخد الصاج بتاعي هحطه في الرف الوسطاني في الفرن على درجه حراره عاليه زي ما اتفقنا لمده نص ساعه. نص ساعه بس هتكون عندي الفطيره بتاعتي مستويه وجميله جدا وطالعه من جوه مستويه مش معجنه. طعمها حلو جدا.
ما أخدتش معانا وقت، نُص ساعة كانت متجهّزة ونُص ساعة كمان كانت مستوية، يعني كلّها خدت وقت معايا تحضير وتكون جاهزة كمان على الأكل ساعة كاملة. بُصّوا بقى باقطّعها بجد هي رهيبة، وعايزة أقول لكم تكفّي 5 أفراد. بُصّوا بقى من جوّه ما شاء الله رهيبة، مستوية، آآ يعني مش عارفة أقول لكم إيه، طعمها حلو جدًا، هتلاقوها عاملة زي البيتزا بالضبط، ولكن لا عجننا ولا ورّقنا ولا فردنا ولا خمّرنا ولا أي حاجة. ودي كانت أول وصفة معانا في الmenu بتاعي النهارده، يالّا نشوف تاني وصفة إيه. طاجن اللحمة بالبصل، وده من ألطف الطواجن اللي ممكن تعملوها وأسهلها كمان. تعالوا نشوف عملناه إزاي. طاسة عندي على النار وهانزل بمعلقة كبيرة من السمنة. الطاسة زي ما اتعودنا تكون سخنة جدًا، هابدأ أنزل بقطع اللحمة اللي عندي. استخدمي قطعية اللحمة اللي تناسبِك أو اللي بتحبيها، لكن أنا باحب أستخدم في الطواجن دايمًا اللحمة اللي بيكون فيها نسبة من الدهون، بتدّي طعم حلو جدًا يا جماعة للطواجن، وبتطلّع الطاجن معايا غني ودسم كده بمنتهى الروعة. خلاص كده تمام، هابتدي أسيب اللحمة حوالي 5 دقايق تبدأ تغيّر لونها وتاخد اللون الدهبي الغامق من تحت، وبعد كده هابتدي أقلّب زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. وأنا عايزاها تتحمّر من الناحيتين وتاخد اللون الدهبي الغامق من الناحيتين. وصلت للون الدهبي الغامق، بادّيها معلقة من مطحون اللورة على الحبّهان، وكمان الفلفل الأسود. عايزة أقول لكم إن مطحون اللورة على الحبّهان ده حلو جدًا بالنسبة للحوم، بصراحة ما باستغناش عنه، بتدّي طعم حلو جدًا للحمة. هاشوّح كويس، أول ما البهارات ريحتها تطلع، هابتدي أنزل بكمية مناسبة من المَيّة. هاسيبها بقى تستوي، وطبعًا مش عايزة أقول لكم إن كل ما كمية المَيّة هتقل، هابدأ أزوّدها مَيّة تانية، بس أهم حاجة المَيّة تكون سخنة، لحد ما توصل معايا لمرحلة السِوَى. أنا هنا زوّدتها من 3 ل4 مرات مَيّة، على حسب نوعية اللحمة بتاعتكم، وبتاخد قد إيه في السِوَى. خلاص كده استوت سِوَى كامل، سِوَى كامل يا جماعة، خلاص، مع إضافة المَيّة طبعًا بالتدريج زي ما قُلت لكم بالضبط. هابتدي أنزل عليها بقى بكمية البصل اللي عندي، وأنا هنا حاطة حوالي نُص كيلو من البصل، وأنا مستخدمة نُص كيلو من اللحمة، يعني أنا حطيت كمية البصل قد كمية اللحمة بالضبط. تمام، هابتدي بقى أقلِّب البصل مع اللحمة كويس أوي لحد ما البصل عندي يبتدي يدبل. هابتدي أدّي له نفس البهارات اللي اديتها للحمة، وهي اللورة والحبهان وكمان الفلفل الأسود، مطحون اللورة والحبهان. تمام كده، هادّيها بقى الملح بتاعها وهابتدي أقلِّب. طبعًا الكل عارف إن المنيوهات بتكون ملخصات سريعة للفيديوهات، ولكن الفيديوهات موجودة بالتفصيل على قناتي الأولى يوميات ليلى. أنا هنا باعمل لكم ملخص سريع. البصل دِبِل، ريحة التوابل بدأت تطلع معايا اللي ضفتها للبصل، هابتدي أضيف كوباية من المَيّة، وهاسيب اللحمة شوية على نار متوسطة لحد ما تبتدي تتسبِّك كده مع آخر شوية مَيّة حطيتهم، آخر دفعة مَيّة حطيتها يعني. في الوقت ده أنتم شايفين طبعًا اللحمة عندي اتهرت مش استوت. طبعًا أنا فاتحة الفرن كمان، والفرن عندي مسبق التسخين على درجة حرارة عالية. هانزل بقى باللحمة في الطاجن اللي هاحط فيه اللحمة يعني أو هاقدّمها فيه. خلاص هاغطّيها بورقة فويل، هادخّلها الفرن حوالي نُص ساعة مش أكتر. زي ما شُفتوا اللحمة ما شاء الله استوت للآخر، ولكن عايزة أدّي طعم الطاجن مع بعضه كده تسبيكة يعني أو شوية سِوَى في الفرن. تعالوا بقى نفتح ونشوف جمال الطاجن، اللهم بارك، رهيب، روعة بجد. عايزة أقول لكم إن ريحته كمان هتقول لكم قد إيه الطاجن ده هيبقى حلو من قبل ما تدوقوه. شوية رز أبيض ورغيف عيش، وبجد هتاكلوا أحلى طاجن. الطاجن ده حلو جدًا، جدًا يا جماعة للعزومات، أو لو حابين تاكلوا أكلة حلوة من أكلات المطاعم ولكن هتكون في البيت. جربوه على ضمانتي. تعالوا نشوف الوصفة اللي بعد كده هتكون إيه. هتكون فطيرة البطاطس الاقتصادية جدًا. الفطيرة دي حلوة، سريعة، بسيطة، سهلة، نتيجتها بجد ممتازة، وبالنسبة لمكوناتها البسيطة جدًا فهي بجد نتيجة في منتهى الروعة. المقادير عندي أو المكونات للعجينة: كوباية دقيق كبيرة اللي بتكون 250 جرام، وعليها كوباية من الزبادي. عايزة أقول لكم المقادير بجد مفيش أبسط منها. عليهم كمان معلقتين كبار من الزيت، وربع معلقة أو نص معلقة صغيرة من الملح. ودي كده كانت عندي كل المكونات. أنا هنا مش هاحتاج مَيّة عشان أعجن العجينة، بس كده.
هبتدي اقلب المكونات الاول كده ادمجها مع بعضها، وبعد كده هستخدم ايدي في العجن. زي ما قلنا مش هنحتاج ميه ابدا في العجينه، هي المواد السائله او اللي هنعجن بيها الزبادي والزيت مش اكتر. هبتدي اعجن في العجينه كويس، بعد ما هتلم معايا هتبتدي تتكور معايا او تلم وتلم الدقيق حواليا. هبتدي بقى اخدمها كويس قوي من حوالي كده 5 دقايق ل10 دقايق عجن، وده بنسميه خدمة للعجين. هتكون العجينة معايا جاهزة وممتازة. لو عندنا عجان نقدر في 5 دقايق إن شاء الله تكون اتعجنت وزي الفل، ولكن هي مش محتاجة، هي عجينة بسيطة، ولأن هي كوباية دقيق واحدة مش هتتعبنا. بصوا ده الملمس اللي أنا عايزاه للعجينة. خلاص كده تمام. احنا محطناش طبعا في العجينة أي خميرة، أنا بس خدمتها كمان شوية لحد ما بقت ملساء زي ما انتم شايفين كده. وزي ما بقول لكم ما حطيناش فيها خميرة، هنسيبها شوية ترتاح نص ساعة. خلاص تعالوا نشوف بعد كده. هنبدأ نجيب العجينة بتاعتنا ونفردها. هنعمل بيها طبعا فطيرة واحدة، تقدري تضاعفي الكمية لو عايز تعملي أكتر من فطيرة، بس أنصحكم ضاعفوا الكمية لأن هي بجد ممتازة هتعجبكم جدا. فلما هتعملوها هتقولوا ليه ما عملناش منها كمية أكتر. هبدأ بقى أدي رشة خفيفة من الدقيق، وهبتدي أخد العجينة عندي وأفردها بشكل دائري طبعا. السمك بتاعها هيكون سمك وسط، يعني مش هتزيد عن 1 سنتي. خلاص كده تمام. هبتدي أجيب شوية من الجبن وهحطها للعجينة، يعني أول حشوة للعجينة. أنا عايزة أقولكم الحشوة بتاعتها هتبقى بسيطة جدا، وهي عبارة عن جبن. طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم أنا حطيت جبنة الميكس، تقدروا تحطوا الموتزاريلا لوحدها. ايه الحشوة اللي هتكون معاها بعد كده؟ البطاطس المسلوقة. أنا هنا سلقة البطاطس، حاطه لها الملح بتاعها ما يكونش كتير. بنسلق البطاطس زي ما بنسلقها عادي جدا، وبس كده. هحطها فوق الجبنة، وهحط شوية كمان من الجبنة فوق البطاطس. أظن بجد مفيش أبسط ولا أسهل من كده ولا أوفر من كده. وبالنسبة لطعم الفطيرة في الآخر، فأنت تعرفوا قد إيه الفطيرة دي حلوة واقتصادية. بدوس على الحشوة كويس، وبعد كده ببتدي ألم حروف العجينة عندي أو الفطيرة عندي في إيدي كده زي ما انتوا شايفين. وكل ما بلم حرف بضغط عليه في إيديا بالظبط كده بنفس الشكل. هجمع ده كله كده في النص وهضغط كويس قوي. طب بس كده انا كده قفلت الفطيره؟ لا طبعا مش هكتفي بكده. هقلبها على الناحيه التانية، وهدي رشه من الدقيق، وهحط العجينه على ناحيه القفله، او الفطيره بتاعتي على ناحيه القفله اللي انا لميت بيها العجينه. وهبتدي ادوس بالنشابه بتاعتي بالراحه، هفردها على شكل دايره بالراحه. طبعا الحركه دي بتخليني ادوس على القفله بتاعه العجين او بتاعه الفطيره عندي من تحت. تعالوا نبص كده على شكلها من تحت. بصوا بدأت تتقفل معايا. هدي كمان رشة من الدقيق وهقلبها تاني، وهبدأ اخد بقى الناحية اللي اتقفلت اقفلها كويس قوي وادوس عليها كويس قوي بالنشابة. اظن كده تمام. يمكن خلاص بدأت تختفي كمان العلامات بتاعة قفلة العجين. تعالوا بقى نشوف التسوية اللي مفيش اسهل ولا ابسط منها، اللي هتكون على البوتاجاز. معلقة من الزيت بفردها كويس في الطاسة بتاعتي، يفضل طبعا تكون طاسة ما بتلزقش. هبتدي احط الفطيرة على الناحية طبعا اللي انا قفلت العجينة بيها، اللي لميتها فيها. 10 دقايق، 10 دقايق بس، وهبتدي اشوف الظهر بتاعها هيكون اخد اللون الذهبي الفاتح الحلو ده. هبتدي اقلبها على الناحية التانية، وهسيبها برضو حوالي 10 دقايق. طبعا انا دهنت الناحية اللي قلبتها عليها في الاول زيت، ليه؟ لان هرجع اقلبها تاني. خلاص كده قلبتها تاني على الناحية التانية. بصوا بقى اللهم بارك، الناحية الأولانية عاملة ازاي، واخدة اللون الحلو، مستوية رهيبة. أخدت معايا في التسوية كلها نص ساعة. قلبت على الناحية التانية مرتين علشان ما كنتش حاسة ان هي استوت كويس. تقدري تسيبي على كل ناحية يعني من حوالي 10 دقايق هتكون استوت معاكي. بصوا بقى هي بسيطة، وزي ما اتفقنا ان العجينة كانت عندي سمكها رقيق مش تخين قوي، فادتني نتيجة حلوة جدا. العجينة من جوه حلوة قوي مستوية، الحشوة طعمها روعة يا جماعة. عايزة اقول لكم فطيرة اقتصادية وحلوة، جربوها قوي هتعجبكم قوي على الغدا. تقدروا طبعا تضاعفوا الكمية زي ما قلت لكم، تقدروا تحطوا حشوات تانية، ولكن انا شايفة الحشوة طعمها حلو جدا، مميز جدا وموفرة. تعالوا نشوف الوصفة اللي بعد كده معانا ايه.
أجنحة الدجاج بخلطة ممتازة، خلطة رهيبة يا جماعة، هتخلّي اللي ما بيحبش أجنحة الدجاج بجد أو الفراخ يعشقها. تعالوا نشوف الخلطة البسيطة إيه، وطريقتها السهلة السريعة كمان هتكون إزاي، وأوعدكم إنكم بجد هتبقى إدمان عندكم. بابتدي آخد جناح الفراخ كده أو جناح الفرخة بعد طبعًا ما أغسلهم كويس جدًا وأنشفهم، أشيل الحتة اللي على الحرف دي اللي بنسميها الحتة الزفرة طبعًا، وأبتدي آخد كل جناح نُصّين، بابتدي أعمل فيه فتحات زي ما أنتم شايفين كده في كل جناح. كل جناح هاعمل فيه نفس الكمية أو نفس الطريقة، الكمية عندي هنا نُص كيلو أو كيلو، اعملي الكمية اللي أنتِ عايزاها، خلاص. أنا الخلطة اللي أنا عاملاها هنا هتكفي كيلو أجنحة، اللي قدامكم ده كيلو طبعًا بعد ما شِلت منه الزيادات اللي إحنا شُفناها. تعالوا نشوف الخلطة الحلوة، معلقتين كبار من الزيت، ومعاهم كمان معلقتين كبار من الhot sauce أو الكاتشب الحراق اللي موجود عندكم استخدموه. تمام كده، هابتدي كمان أضيف معلقة كبيرة من التوم المفروم، وكمان معلقة كبيرة من بشر الليمون، ونخلّي بالنا في موضوع بشر الليمون ده ما بانزلش الجزء الأبيض أبدًا، باخد الجزء اللي من فوق سواء أخضر أو أصفر. كمان معلقتين كبار من الصويا صوص، ومعلقتين كبار من المستردة. التوابل بقى بتاعتي هتكون عبارة عن معلقة كبيرة من البابريكا، التوابل مش هتكون كتير، وشوية من الفلفل الأسود، وهنا طبعًا أنا جارشة الفلفل الأسود مش طحناه، باحبه جدًا في الوصفة دي بالذات مجروش. خلاص كده، بس كده. طبعًا هاضبّط الملح بتاعي، هاخد الأجنحة بقى اللي عندي وهاحطها في الخلطة الحلوة دي مش أقل من 4 ساعات. الخلطة جميلة جدًا يا جماعة على فكرة، ممكن أو التتبيلة الروعة دي ممكن تعملوا بيها كمان أي نوع فراخ عندكم. هاقلّب كويس جدًا بس وهاسيبها في التلاجة مش أقل من 4 ساعات. تعالوا نشوف هنسويها إزاي. صينية عندي وهابتدي أحط فيها ورقة من الزبدة علشان أحافظ عندي على الصوص دوّة وما اخلّيهاش تلزق في الصينية. هابتدي أرُص فيها بقى الأجنحة بتاعتي، وفي الوقت ده طبعًا أنا فاتحة الفرن عندي مُسبق التسخين. هادخّلها على درجة حرارة عالية لمدة حوالي يعني ساعة إلا ربع، هتكون مستوية. ساعة إلا ربع، ساعة بالكتير جدًا، حسب الفرن بتاعِك هيكون حامي والّا لأ. أنا عايزة أقول لكم إن أنا باكلها جنب المكرونة الاسباجيتي البيضا بتبقى طعمها في منتهى الروعة، جرّبوها هتعجبكم جدًا على ضمانتي. تعالوا نشوف الوصفة اللي بعد كده معانا هتكون إيه. المكرونة بالجمبري، عايزة أقول لكم من أحلى الوصفات اللي ممكن تعملوها للمكرونة بالجمبري أو بالwhite sauce بالجمبري، حلوة جدًا يا جماعة. تعالوا نبدأ كده بالجمبري. باجيب عندي الجمبري حجم وسط زي ما أنتم شايفين كده، بابتدي أشيل القشر بتاعي والسلسلة الرملية اللي موجودة باشيلها بمنتهى البساطة، بعد ما بافتح طبعًا الجمبري من الضهر بخلة سنان أو بإيدي عادي جدًا. عملت لكم قبل كده فيديو عن تنضيف الجمبري بمنتهى البساطة من غير ما نفتحه، هتلاقوه موجود في القناة، سهل جدًا. طيب أنا هنا ليه باقول لكم وباقشّر معاكم الجمبري؟ لإن عايزة القشر، عايزة القشر ضروري، ما ترموهوش. بادّي شطفة للجمبري طبعًا بعد ما قشّرته، الجمبري عندي جاهز والقشر جاهز. تعالوا نشوف هنعمل إيه في الأول. باجيب عندي طاسة على النار وبابدأ أنزل بيها بشوية الخضار الحلوين دول، كرفس، طماطم، بصل، خلاص كده، وهانزل معاهم بقشر الجمبري. عايزة أقول لكم إن بشوية قشر الجمبري دول هتعملوا أحلى شوربة، حتى لو مش بنعمل الوصفة دي تقدروا تعملوا منها شوربة رهيبة بدون جمبري خالص. أنا حطيت طبعًا قشر الجمبري كله وروس الجمبري كمان، هابتدي بعد كده بقى أقلّب وأسيبهم على النار مع بعض يتشوحوا. أنتم في الوقت ده هتشموا ريحة يا جماعة روعة، اللهم بارك بجد. خلاص كده الحاجات كلّها اتشوّحت، الخضار مع الجمبري أو القشر بتاع الجمبري، هابتدي أنزل بقى بشوية من المَيّة، وزي ما قُلت لكم تقدروا توقّفوا لحد هنا وهتبقى معاكم أحلى شوربة. هاسيبهم يغلوا مع بعض غلوتين 3 وهاصفّيهم، وكده الشوربة عندي جاهزة. في نفس الطاسة هانزل بمعلقتين كبار من الزبدة، حتى شايفين أنا ما غسلتش الطاسة ولا حاجة زي ما هي. هانزل كمان بمعلقة كبيرة من التوم المفروم. تمام. أول ما التوم عندي ريحته تبتدي تطلع هابتدي أنزل بالخضار ده اللي هو الكرفس والطماطم. الكرفس هنا بيدي للوصفة طعم في منتهى الروعة. وبعد كده بقى هانزل بالجمبري اللي أنا قشرته ونضفته معاكم. هابتدي أقلب كويس قوي الجمبري مع الطماطم والكرفس. تمام كده جاهزين عندي. الجمبري بدأ يستوي، ما بياخدش معايا وقت 10 دقايق بالكتير.
هدي بقى شوية من الكمون وشوية من الملح وعصير ليمونة. هبتدي اقلب كل ده كويس جدا. تمام كده. هبتدي انزل كمان بمعلقة كبيرة من الزبدة. ليه؟ هقول لكم دلوقتي ليه. اول ما الزبدة عندي تسيح هبتدي انزل بالدقيق. الدقيق طبعا لا يكون عندي مادة الربط، وهنا هنزل ب3 معالق كبار من الدقيق. هبتدي اقلب كويس جدا، ما تقلقوش حتى لو حسيتوا ان هو كتل معاكم، طبعا لوجود الجمبري والحاجات التانية، ما تقلقوش هيدوب دلوقتي وهيبقى تمام. قلبوه كويس جدا بس لحد ما يختفي معاكم كويس وتحسوا ان الدقيق بدأ يستوي. هبتدي انزل بقى بلتر من الحليب، لتر من اللبن. خلاص كده. طبعا انا مش هعملها معاكم ولا بكريمة طهي ولا اي حاجة، وهتطلع في منتهى الروعة واحلى من اي مكرونة جمبري كلناها في اي مكان على فكرة. خلاص. نزلت بلتر من الحليب وابتدي انزل كمان بكوبايه من الشوربه اللي موجوده عندي. الشوربه يا جماعه حلوه جدا جدا، تقدروا تعتمدوا دي طريقه شوربه من غير ما تحطوا فيها جمبري. هسيبهم مع بعض يغلوا، هيبتدي يتقل زي ما انتم شايفين كده، طبعا لان انا ضايفه الدقيق في الاول. اسيبه يغلي كمان شويه يركز، وهديله شويه من الشبت، حوالي معلقتين كبار من الشبت. هقلب كويس جدا. خلاص كده جاهز عندي. سلقت المكرونه طبعا 3/4 سوا. هاخد بقى الخليط الرهيب ده اللي انا عملته، طبعا الجمبري بالوايت صوص اللي اتعمل، وهبتدي انزل بيه على المكرونه. قلبه بقى كويس جدا. اظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده في التحضير يا جماعه. طبعا عارفين كلنا سعرها بره كام، ولكن هي في البيت بجد موفره جدا جدا، حلوه جدا. ناس هتقولي موفره ازاي وهي فيها جمبري؟ يا جماعه ما انا عايزه افهمكم يعني ان هي فيها جمبري. طيب ماشي، احنا ممكن نشتري الطاجن ده لوحده بره بكام؟ يعني احنا لو هنعملها كلها مثلا ب 300 جنيه، فاحنا هنعمل 6 7 طواجن. الطاجن ده لوحده ب150 جنيه، حجم صغير جدا. تمام. ودي الاسعار قبل كده، معرفش دلوقتي بكام. فعشان كده انا بقول ان هي موفره. الطواجن عندي كده جاهزه، اقدر ادخلها الفرن بالشكل ده، ولكن انا هضيف عليها شويه من الجبن. تقدروا تحطوا اي نوع جبن عندكم. دخلوها الفرن نص ساعه بالظبط على درجه حراره عاليه في الرف الوسطاني. هتطلع معانا طواجن المكرونه بالوايت صوص بالجمبري بمنتهى الروعه، حلوه جدا يا جماعه. جربوها هتعجبكم جدا وعلى ضمانتي. يلا نشوف الوصفة اللي بعد كده هتكون ايه. الفراخ في الصينية المشوية، تتبيلة بمنتهى الروعة، وكمان الرز الأصفر البسمتي، وصفة تنفع للعزومات. في الكبة بتاعتي هبتدي أضيف بصلتين متقطعين قربع، وكمان عندي الفلفل، فلفل رومي فلفل حامي زي ما تحبي. هضربهم كويس جدا مع بعض، افرمهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هبتدي أضيف التوابل اللي هي فلفل أسود، مطحون اللورة على الحبهان، كاري، وكمان توم باودر، بصل باودر، والبابريكا، ولو عندي معلقة من بهارات الفراخ، وكمان ملح، معلقتين من الصويا صوص، معلقتين من الصلصة، معلقتين من الزيت. هنقلب كل ده كويس جدا. الخلطة بتاعتي الرهيبة جدا جدا جاهزة. الفراخ عندي بقى مغسولة كويس جدا طبعا، متنضفة كويس جدا. هبتدي اخدها كده واخد تحت الجلد وادلك كويس جدا بالتتبيله. تقدري تستخدمي فرخه كامله، تقدري تستخدمي وراك الفراخ زي ما انا مستخدمه، الصدور زي ما انت عايزه. بس نصيحه مني، الوراك بتبقى طعمها حلو جدا جدا في الصواني عموما، مش الوصفه دي بس، في اي وصفه على فكره. انا بعمل كمان فتحات كده في الورك من جوه علشان ادخل التتبيله كويس قوي. عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تدخلوا الصينيه دي على طول كده الفرن من غير ما تقعدوها في التتبيله وقت ولا اي حاجه. وبصراحه ده اللي انا بعمله. بعد ما بوزع التتبيله كويس قوي، بدلك كمان الفراخ من على الوش من على الجلد كويس قوي. بعد كده بنضف صينيه عندي، اغطيها بورق الفويل، هدخلها على درجه حراره عاليه في الرف الوسطاني لمده ساعه. هتكون الفراخ طالعه معايا مستويه اللهم بارك، وطعمها وريحتها في منتهى الروعه والجمال. يلا بينا بقى قبل ما الفراخ تستوي نحضر الرز. حله عندي على النار، انزل بمعلقتين من السمنه وعليهم معلقتين من الزيت. التوابل بتاعتي الصحيحه: ورق لوري، حبهان، وليمون مجفف، قرفة خشب، وكم حباية كده من القرنفل، وكمان كم حباية من الفلفل الأسود. أول ما ريحتهم تطلع مع السمنة والزيت، هبتدي أنزل بالرز البسمتي. الرز البسمتي هنا أنا غسلاه ونقعاه لمدة نص ساعة فقط، بصفيه وابتدي أنزل بيه على طول. أبتدي أشوحه، أنزل عليه بمعلقة من الملح،
وكمان معلقة من الكركم. هقلب كويس جدا. طبعا احنا حطينا كل التوابل اللي حطيناها كانت توابل صحيحة زي ما شفتوا معايا. تمام كده. هبتدي انزل كمان بمكعب واحد من المرقة، تقدري تستغني عنه لو عندك شوربة. لو هتسقي زي بالمية، لا انزلي بمكعب من المرقة. خلاص كده انا كان عندي مية، ما عنديش شوربة، فنزلت بمكعب من المرقة. مقدار المية على الرز البسمتي عشان يبقى مظبوط بيكون اعلى منه باتنين بعقلتين، يعني بعقلتين صباع. وبحس ان مقدار المية بيكون تمام جدا كده على الرز، لان الرز البسمتي بياخد ميه اكتر من الرز المصري. كده كنا عملت معاكم الفراخ المشويه في الفرن بتتبيله في منتهى الروعه، والرز البسمتي بتاعها جاهز جدا. اكله حلوه جدا جميله جدا. لو عندنا ضيوف فهي بجد اكله مشرفه. تتبيله يا جماعه في منتهى الروعه، ما خدتش معانا وقت. كله كده يعني ساعتين بالكتير قوي يكون عندي الاكل جاهز. وعايزه اقول لكم اكله حلوه، يعني بجد جربوها هتعجبكم جدا. طبعا شايفين الصوص اللي حوالين الفراخ ده روعه. يلا نشوف الوصفه اللي معانا بعد كده هتكون ايه. البيتزا يا جماعه، ومين فينا ما بيحبهاش؟ تعالوا نشوف العجينه اللي في منتهى الجمال دي. هتكون مكوناتها عباره عن 2 كوبايه كبيره من الدقيق، 3 معالق كبار من الزبادي، 3 معالق كبار من المايونيز، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره سكر باودر، ربع كوبايه من الميه الدافيه. هبدأ بالمية الدافية والخميرة والسكر، وطبعا ده اختبار للخميرة عشان اتأكد الخميرة بتاعتي شغالة ولا لأ. هدوب الخميرة مع السكر مع ربع كوباية المية الدافية وهركنهم على جنب، يعني حوالي 5 أو 10 دقايق. هبتدي أشوف التفاعل إيه، هل الخميرة شغالة ولا لأ. تعالوا بقى كده في العجان أو بإيدك اعجني زي ما انت عايزة، يعني الطريقة المتاحة عندك اعجني بيها. هبتدي أنزل بالدقيق، وهنزل بالبيكنج باودر والملح، وهبتدي أقلب كويس قوي الدقيق مع المكونات الأولانية. بقلب بس ما ضفتش أي سوائل دلوقتي. طبعا الخطوة دي نقدر نعملها بإيدينا عادي جدا. خلاص كده تمام. هبتدي بقى أشوف الخميرة عندي أخبارها إيه. طبعا خمرت زي ما انتم شايفين كده وبدأت ترفع معايا. هبتدي أنزل على الدقيق بالخميرة، وكمان هنزل بالزبادي، وهنزل كمان بالمايونيز. يعني المفروض ان انا كده هبتدي بقى انزل بالزبادي والمايونيز وهدي عجنة. تمام كده. هبتدي ألم بيها العجينة مبدئيا. طبعا المواد اللي عندي هتبتدي تلم عندي في الدقيق. تمام كده. كده انا خلاص نزلت بكل المكونات اللي عندي. العجينة عندي زي ما انتم شايفين اللهم بارك طرية رهيبة يا جماعة، بجد ايه الجمال ده. حلوة جدا 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 جدا. انت تعرفوا هي قد ايه حلوة كده، يعني لما تمسكوها بايديكوا اصلا من قبل ما تخمروها على فكرة. سيبوها بقى، غطوها كويس قوي بالاسترتش راب او باي فوطة مطبخ، مش عايزة الوش يتعرض للهواء، ونركنها على جنب تخمر. طبعا في الشتاء حوالي ساعة او ساعة الا ربع بالكتير. تعالوا نحضر بقى صلصة سريعة كده. معلقتين كبار من الصلصة، بحط عليهم بصل باودر، توم باودر، شوية فلفل اسود، وشوية زعتر، ونقدر كمان نحط عليهم كاتشب. خلاص كده تمام. وحطيت شوية صغيرين كمان من السكر. لو هنحط كاتشب معلقة كاتشب، مش هنحط سكر. هقلب كويس جدا. وبصراحة الصلصة دي بعتمدها على طول، وخصوصا لما اكون عايزة اعمل بيتزا سريعة. الصلصة عندي جاهزة. يلا بينا بقى نشوف العجينة بتاعتنا. بصوا بقى العجينة بجد اللهم بارك، حاجة يعني كده انتوا شايفينها، يعني شايفين هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم عن جمالها. طرية حلوة جدا، وعايزة اقول لكم ان هي غنية جدا. اضافة المايونيز مع الزبادي مديها طعم في منتهى الروعة. هبدأ بقى اخد قطعة قطعة كده على قد البيتزا طبعا اللي انا عايزة اعملها، وهبتدي افرد في العجينة. طبعا دي ترشة من الدقيق. هفرد بقى العجينة بسمك وسط، وطبعا هفردها على قد الصينية اللي انا محتاجاها. كلنا طبعا بنعمل في البيت البيتزا، بنبدأ بالصواني الكبيرة ونحط فيها العجينة، وهكذا لحد ما نخلص الكمية. دهنة بقى كده حلوة من الزيت، وهبتدي اخد العجينة بتاعتي على الصينية على طول. زي ما انتم شايفين السمك بتاعها كان تقريبا 1 سنتي، مش اكتر من كده. هبتدي بقى اسويها كويس في الصينية، وهبتدي اجيب الصلصة بتاعتي وافردها في الصينية كويس على العجينة يعني.
اهم حاجة ما اطلعش الصلصة عندي على حروف العجينة علشان ما تحرقش معايا وتديني شكل مش لطيف. تمام كده، ابتدي بقى احط التوبنج اللي انا عايزاه. انا هنا بحب احط شرايح من البصل على البيتزا، بتدي طعم حلو جدا. في مكان معين بيعمل مكان معين مشهور يعني بيعمل البيتزا بالبصل، وبصراحة أنا لما دقتها في المكان دوت عجبتني جدا، الطعم بتاعها كان حلو جدا. اللي مش عايز طبعا يحط بصل ما يحطش. شرايح طماطم بقى، حطوا التوبنج اللي انتوا عايزينه زي ما بتحبوا تاكلوها بالأطعمة المفضلة ليكوا حطوه. لكن بعملها معاكم بطريقة بسيطة يعني، وبالإمكانيات إن شاء الله تكون موجودة عندنا كلنا في البيت. هحط بقى كمان شرايح من الفلفل الرومي او الالوان اللي عندك حطيه. شرايح بقى كمان لو حابين تحطوا شرايح فلفل حامي براحتكم. طبعا الزيتون، الجبن، دي الاساسيات بتاعت البيتزا. حابين تحطوا بقى طبعا لو عايزين تحطوا مشروم، فراخ، اي حاجه بس طبعا تكون مستويه. تمام. حطوا الحشوات اللي انتوا عايزينها المتاحه عندكم. انا بعملها معاكم بابسط حشوه وخلاص كده. حابين بقى تزودوا انتوا براحتكم. حابين تعملوا بأطعمة مختلفة ممكن تعملوا كل بيتزا بطعم مختلف. طبعا نحط عليها كمان الجبنة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في الوقت ده انا فاتحة الفرن على درجة حرارة عالية، واهم حاجة تحطوا البيتزا على درجة حرارة عالية، لان ده طبعا بيخليها تطلع طرية وما تنشفش. ما تقلقوش يعني مش بتتحط على درجة حرارة واطية لا تفتكروا ان هي ممكن تنشف، بالعكس العكس صحيح. لو حطيناها على درجة حرارة عالية بتطلع في منتهى الروعة. اخدت معايا قد ايه؟ ربع ساعة. ربع ساعة وكانت مستوية وزي الفل. عجينة حلوة جدا يا جماعة. وبكده أكون عملت معاكم 7 وصفات. 7 وصفات جاهزين معاكم للغدا. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو إن الوصفات أو المنيو بيكون ملخص سريع للوصفات، ولكن الوصفات موجودة كاملة بالتفصيل على قناتي يوميات ليلى. وهنا القناة مختصة بالوصفات السريعة وتجميع المنيوهات اللي انتوا كلكم بتحبوها وبتطلبوها على طول. عملت 7 وصفات إن شاء الله تكونوا تستفادوا منهم يعني. ولو حابين اي وصفات جديده ان شاء الله تكون موجوده معانا في المنيوهات الجايه، يا ريت تقولوا لي عليها في الكومنتات. وطبعا كل الشكر والتقدير ليكم لانكم لسه مكملين معايا الفيديو. وكالعاده وفي نهايه كل فيديو بطلب منكم اللايك والشير. ولو كنتوا اول مره بتشوفوني وبتشوفوا قناتي على اليوتيوب يشرفني جدا اشتراككم في القناه، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان توصلك مني كل الوصفات الجديده ان شاء الله. واقول لكم سلام.